بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله إحنا هنعمل محاضرة ختامية لكورس المبيعات اللي إحنا عملناه، وهذكركم بأهم الحاجات اللي إحنا خدناها، وهقول لكم إزاي نتواصل مع بعض، وإزاي تقدروا تاخدوا الكورس ده، تحصلوا على الكورس ده في اليوتيوب، وإزاي تقدروا تاخدوا البرنامج والداتابيز اللي إحنا عملناهم، واهم الحاجات اللي ذكرت في الكورس. بسرعه كده هلخص لكم الكورس. احنا خدنا اول حاجه الصلاحيات بتاعه المستخدم. انا هقدر اخش او واكتب الباسورد بتاعي واقول له موافق، ابتدي اخش على البرنامج بتاعي. اول حاجه الصلاحيات، احنا خدنا ان احنا ازاي نقدر نعمل الصلاحيات بتاعه المستخدم عن طريق صفحه التحكم. الاول بدخل موظف، ومفيش برنامج بيخلو من اللي انا بقوله ده. بدخل الموظفين، كل الموظفين اللي عندي بدخلهم. وبعد كده تاني خطوة باخد ادخال الصلاحيات نفسها. ايه هي الصلاحيات اللي انا عايز اعملها؟ عايز اعمل كاشير، عايز اعمل مراجع، عايز اعمل ادارة، ادمن، مش عارف كذا 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 كذا. وكل واحد من دول بياخد صفحة معينة يقدر يفتحها، وصفحة ما يقدرش يفتحها. طبعا بقدر احدد من خلال التشيك بوكس اللي عندي لكل صفحة. فلو عندي 10 صفح ممكن احط 10 تشيك بوكس، مفيش مشكلة خالص. تمام. طيب، بعد كده ادخال المستخدمين، بدي صلاحية لليوزر ده، بديله صلاحية الدخول على الجهاز. صلاحية الدخول على الجهاز بياخد ايه الصلاحية؟ كاشير، إدارة، كذا كذا كذا. كده هو يقدر يخش على الجهاز بالصلاحية اللي أنا بديها له. بعد كده خدنا العملية الرئيسية، صفحة الأصناف. لو أنا عندي صفحة أصناف أهي، البيانات كلها موجودة. بضيف صنف، أعدل صنف. والفكرة في البرنامج إن أنا خدت كذا فكرة. يعني طريقة الإدخال عن طريق الأزرار، طريقة الإدخال عن طريق الداتا جريد، طريقة الإدخال عن طريق صفحة تانية. يعني كل صفحة من دول ليها فكرة مختلفة. عشان كده هو في تنوع في البرنامج ده. في تنوع. صفحة العملاء أنا دخلت بطريقة تانية، دخلت عن طريق الداتا جريد فيو على طول. البيانات دخلت عن طريق الداتا جريد فيو على طول. صفحة بعد كده المبيعات نفسها، ازاي اقدر ابيع فاتورة. بعمل بحث عن عميل وابتدي احط البيانات بتاعتي، وبعدين اختار الصنف، سواء بختاره بالباركود او بختاره عن طريق الدبل كليك على الصنف. بعد كده خدنا التقرير المبيعات. انا عايز اعمل اجماليات للشغل اللي انا عملته، اجماليات مبيعات الصنف. انا بدور هنا بين تاريخين كل الشغل بتاعي اللي انا عملته. وهنا عندي اخر حاجة احصائيات المبيعات. احصائيات المبيعات بيجيب احصائيات باسم العميل بالصنف، وخدنا كذا طريقة للاحصائيات. يا رب يكون الموضوع ده اتلم شوية في دماغ الناس، والموضوع يكون واضح وسهل في التعامل. طيب، انا شايف ان البرنامج ده مع البرنامج اللي انا عملته اللي مش مجاني، البرنامج اللي مش مجاني تقريبا بيكمل جزء كبير من البرنامج ده. يعني طبعا انا مش هقدر اشرح كل حاجة، لان انا عايز اخش ان شاء الله. ولو انت هتخش معايا في كورس سي شارب، انا بدأت كورس سي شارب كده 5 فيديوهات. وطبعا برضو هنزل لكم اللينك بتاع القناة، يعني عامله في قناة تانية. هنزل لكم اللينك بتاع القناة في ملف كده ان شاء الله، وهيكون متاح للجميع. اللينك هيبقى كله تحت الفيديو. النهارده هنحاول ننزل كل اللينكات تحت الفيديو. هنزل اللينك بتاع البرنامج. انا حاطط البرنامج اهو، حاطه على الديسكتوب، هنزله للناس. وقاعدة البيانات، البرنامج اهو. هنزل البرنامج نفسه، وانزل الداتابيز للناس عشان تخش، تقدر تخش. وهنزل لكم كورس سي شارب. وهحاول، بصوا انا هحاول اديكم فكرة عن كورس برضو اللي هو التاني اللي انا عامله، اللي هو مدفوع. كورس مش غالي، والصراحة كورس وافي. وفيه 24 محاضرة. 24 محاضرة. زمن المحاضرة من ساعة ونص لساعتين. هديك فكرة عن البرنامج ده. برنامج مبيعات متكامل بقى كله على بعضه، من الأول خالص. صلاحيات المستخدم وكل حاجة موجودة في البرنامج. طيب، البرنامج ده قريب من البرنامج اللي احنا عملناه، ولكن بشكل جمالي مختلف شوية. أزرار وصور وأرقام وأسعار على الأرقام زي ما انتوا شايفين كده. اسم الصنف، كمية الصنف، السعر الإجمالي بتنزل أهو. أنا لو ضربت صنف أهو، قطع غيار، المفروض ان هو هينزل معايا اهو. بس طبعا احنا مش مفنشين البرنامج، لو مفنشينه ما كانتش هتنزل تحت. ولكن اهي الكميه نزلت على طول. انا طبعا ممكن احطه الديفولت، او ممكن ايه، مع كل دوسه ينزل لي الكميه. طيب، بعد كده عندي الادوات المنزليه مفروشات. انا بقدر اقلب هنا زي ما انا عايز. طبعا انا ممكن اخفي الازرار دي، شارحين الكلام ده كله في الكورس. بخفي الازرار ازاي، بحط الازرار ازاي، بحط الصوره ازاي،
بغير الاصناف ازاي. هنا الاصناف زي ما انتم شايفين كده القوائم الرئيسيه. هنا بجيب الموبايل، هنا اضافه عميل اهو، بجيب اسم عميل لو انا عندي مش عندي العميل. هنا بجيب العميل، بحث عن عميل لو انا عندي بالاسم او بالرقم، بختار الاسم او الرقم. هنا المبيعات، عندي جدول المبيعات كامل، عندي المصروفات كامل. طبعا التفصيل في فيديو اللي هو شرح برنامج المبيعات، في فيديوهين شرح برنامج المبيعات فيهم تفاصيل اللي انا بقول لكم عليه ده، بس انا بحاول اديكم فكره. هنا المصروفات كلها، كل المصروفات وطريقه ادخالها وطريقه البحث عنها. هنا الماليات، الماليات يعني ايه الايرادات اللي عندي وايه المصروفات اللي عندي. هنا بعد كده المخزون. طبعا احنا في البرنامج بتاعنا ما اتكلمناش عن المخزون، الموضوع كان كبير طبعا، ما لحقناش، مش هنقدر نلم كل حاجه في الدنيا، ولكن لما لكم الافكار بطريقه مجمعه عشان ازاي الناس تقدر تعمل برنامج. هنا المخزون بالتفصيل برضو، ازاي اعمل مخزون، ازاي اظهر النواقص، ازاي اظهر كل الاصناف اللي عندي، ازاي ابحث عن صنف. هنا بعد كده التحكم. برضو الموظفين، صفحة الموظفين طبعا دي لا يخلو منها شغل. فاتورة مبيعات سابقة لو انا عايز ارجع لفاتورة، عايز اعمل صلاحيات المستخدم زي ما شفناها عندنا. صفحة العملاء، موردين، نسخة احتياطية، استرجاع النسخة الاحتياطية، صفحة الأصناف. كل الكلام ده، الكورس ده 24 محاضرة بسعره دلوقتي $100. يعني كل الكلام اللي انا قلته ده سعره $100. صراحة كورس مفيد جدا مع الكورس المجاني. يبقى انت كده قطعت شوط كبير قوي في عالم البرمجة. لان كمان ازاي تعمل قاعدة البيانات انا شارح بالتفصيل في الكورس ده، ازاي تعمل قاعدة بيانات، يعني ازاي تبتدي تفكر في البرنامج من الاول خالص. واخدين بالكم؟ فان شاء الله الناس لو تقدر بجد، لو حد مع يعني يقدر ياخد الكورس ده، فعلا كورس مفيد وهيفيد الناس كتير. ان شاء الله كمان هحط لكم اللينك بتاع الفيديوهين بتوع شرح الكورس ده، وهحط لكم اللينك بتاع السي شارب. كورس السي شارب هنبتدي نركز فيه ان شاء الله المره الجايه، وهنبتدي واحده واحده بقى السي شارب من اوله. هنحاول ناخد السي شارب ديسكتوب الاول، وبعد كده نمشي مع بعض لغايه لما نخش على الاي اس بي دوت نت، وبعد كده نخش على الاندرويد لو ربنا احيانا، ونمشي مع بعض. ويا رب شرحي يكون بيعجبكم. واستاذنكم بقى شير للقناة، شير للمحاضرات، شير لبرنامج المبيعات عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، والثواب يبقى أكتر إن شاء الله. ودعواتكم ليا إن شاء الله في رمضان، إحنا في رمضان، ودعواتكم ليا بالتوفيق. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، وأشوفكم في كورس السي شارب إن شاء الله، والسلام عليكم.